نجاح كبير وباهر للمخابرات العسكرية المغربية لاديجيد بتنسيق مع نظيرتها الداخلية DST في إحباط مؤامرات كابرنات الجزائر وأجهزتهم الذين ما فتئوا يوظفون خونة مغاربة في الخارج لضرب المؤسسات المغربية، من بينهم الضابطة السابقة وهيبة خرشيش التي كشفت تسريبات صوتية عن انخراطها في أجندة المخابرات العسكرية الجزائرية من خلال توظيفها كمجندة لصالح هاته الأخيرة وجاسوسة تابعة لمرتزقة البوليساريو، بتواطؤ مع العميل الجزائري سعيد بن سديرة، والذي اعترف في التسريب المذكور بتواصله معها، مؤكدا في السياق ذاته انخراطها إلى جانبه في مؤامرة تستهدف المس بسمعة رموز الدولة المغربية. قضية الضابطة السابقة وهيبة خرشيش الهاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحقيقة تجنيدها من قبل المخابرات الجزائرية أماطت اللثام عن طبيعة الحرب القذرة التي يقودها نظام الكابرنات الجزائري ضد المملكة المغربية، والتي تمتد عبر عدد من الدول الأوروبية لتصل إلى القارة الأمريكية عبر شبكة واسعة ومعقدة تروم تجنيد مغاربة من ضعاف النفوس مقابل إغرائهم بالمال وتحويلهم إلى أدوات تتحكم فيها الأجهزة السرية في الجزائر لاستهداف المغرب. وبغض النظر عن تقاطع واتقائية مشاريع الخيانة بين العميل الجزائري سعيد بن سديرة وبين كل من يرتمي في براثنه من مغاربة خونة اختاروا التجرد من وطنيتهم، فإن اليقظة المستمرة والأدوار الجبارة التي تقوم بها المخابرات المغربية في حفظ الأمن الخارجي والداخلي ومراقبة الأنشطة الهدامة والتدخل السريع لردع كل من تسول له نفسه بتخريب الوطن وإلحاق الأضرار به بشتى السبل، ساهمت على مدى الأشهر الأخيرة من خلال تتبع خيوط المؤامرات وتحليل الواقع وقراءة الأحداث وتعميق البحث عن الثغرات التي ينفذ منها أعداء الوطن في إحباط كل المؤامرات والدسائس لضرب وحدة المؤسسات المغربية وزرع الفتن بشتى السبل وباستخدام كل الوسائل الغير مشروعة. كما نجحت المخابرات المغربية بفضل حنكتها وتجربتها الطويلة إلى جانب وطنيتها الراسخة ووفائها للعرش العلوي الشريف في الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه من الفئات الضالة في الاقتراب من المملكة المغربية، فكان لها دور كبير في إفشال عدد من المخططات الموجهة نحو قلب الوطن بفضل يقظتها التامة والعمل في صمت. وفي وقت يحاول فيه نظام الكابرنات الغبي خلق عدو وهمي لتصريف أزماته الداخلية عبر ضرب وحدة الصف المغربي، ما فتئت مخططاته البليدة تسفر عن نتائج عكسية، حيث تقوت الجبهة الداخلية المغربية وتحقق الإجماع في مواجهة مؤامرات جاري السوء الذي وجد نفسه في مواجهة 40 مليون مغربي مستعدون لبذل المال والنفس في سبيل وطنهم، جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك الهمام محمد السادس نصره الله على الدوام.